هتندموا أوي لو ما عملتوش تتبيلة الفراخ دي على طريقتي. بصوا يا جماعة، طعمها جوسي وجميل وزي الفل، وهازعل أوي لو ما حدش قال لي سلم إيديك. على فكرة النهارده هاعمل لكم تتبيلة فراخ خطيرة وعالمية. أول حاجة عندي كده كوباية من الزبادي، ويا ريت يكون زبادي بلدي من اللبان. وتاني حاجة عندي شوية من زيت الزيتون. تمام، حط كده حوالي 3 معالق كبار، ومعلقة كبيرة كده من دبس الرمان. ويلا بينا نحط شوية من الباربيكيو صوص، ونحط بقى كام فص من التوم، 3 4 فصوص توم. ويلا بقى بينا بشوية ملح وكمان الفلفل الأسود، وهننزل بالبابريكا. والسر هنا في الكاري، معلقة صغيرة من الكاري. هافضل أقلب بقى كل الكلام ده علشان كل الخلطة دي تدخل في بعضها. هنا الفراخ هتبقى فيها سنة مزازة حلوة بسبب دبس الرمان، وكمان التوم مع زيت الزيتون والزبادي هيدي طعم حلو قوي، شبه الشاورما السوري اللي احنا بناكلها من محلات السوري. اول حاجة عندي بقى الفراخ. انا النهارده بستخدم وراك الفراخ. هبدأ كده وراك الفراخ اخدها وبالسكينة اعمل لها فتحات كده من فوق الجلد. انا عاوز التتبيلة تدخل كده جوه الجلد بتاع الفراخ. تمام، طبعا الفراخ انا بغسلها. قولوا لي بقى انتوا بتغسلوا الفراخ ولا لا، وقولوا لي اصلا انتوا بتاكلوا الفراخ ولا لا. عندي بقى التتبيله الحلوه دي هنزلها بقى على الفراخ بتاعتنا. دول حوالي كده 4 وراك. بعد كده بعد ما حطيت التتبيله فيها، ابدا بقى يا باشا نزل ايدك وادخل بقى جوه معركه الفراخ. هنبدا بقى ندخل الفراخ او التتبيله يعني جوه الفراخ وبين الجلد وبين الفراخ نفسها، وكمان في الفتحات اللي انا عملتها. هسالكوا سؤال عشان اشوفكم مركزين معايا ولا لا. انا قلت لكم حطيت حاجه في التتبيله هي اللي بتدي مزازه حلوه للفراخ بتاعتنا. ها، حطيت ايه علشان يدي مزازه؟ لو مركزين هتجاوبوا، لو مش مركزين مش هتجاوبوا، هخصم منكم درجات، مش هخصم منكم لايكات. هبدا بقى احط كده التتبيله في الفراخ، ويا سلام لو سبتها ساعتين 3. بعد كده هعمل خطوه، والخطوه دي اختياريه. عندي الصينيه هبدا كده احط عليها بصل مبشور، وهنزل عليهم بشويه من الملح وكمان الفلفل الاسود. في ناس ممكن تحط بصل جوليان اللي هو بصل الشرايح يعني، وتبقى الارضيه بتاعه الصينيه. وفي ناس بتحط بقى من غير بصل. انا كان عندي بصل مفروم، كسلت بصراحه اقطع بصل، قلت احط بصل مفروم عادي. ممكن ناخد البصل الحلو ده نعمل بقى بيه نعمل بيه اي طاجن بقى، نحط بطاطس تحت الفراخ، نحط بقى كوسه، نحط اي حاجه، هتلاقي ان الخضار استوى وبقى زي العسل زيكم كده. بعد كده هرص الفراخ بتاعتنا، ومش بحط لها ميه خالص. تمام، وهنزل بقى بباقي التتبيله. واهم من الشغل تظبيط الشغل، يعني لازم ناخد شويه التتبيله اللي تحت يعني اللي هم في الطبق دول، نحطهم في الصينيه. هقفلها بورقه فويل وادخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد حوالي ساعه وربع. وبعد كده بشيل ورقه الفويل لو فيها اي بهاريس كده، بصفيها واسيبها تاخد اللون الحلو الجميل واطلعها. ويا سلام لو عندك حته فحمه تطشيها كده بشويه من الزيت السخن. وحطيت بقى من فوق كده ورقتين كزبره خضراء، بتدي بقى طعم وريحه ما اقولكوش. النهارده عملت الفراخ المشويه، جربوها على طريقتي وضمانتي. كان معاكم الشيف ابانوب.